انا ممثل، بغيت نشارك معكم في الكاستينغ ديال المسلسل الجديد ان شاء الله. شنو سميتك؟ سميتي يوسف. عندي تجربه في المسرح، عندي واحد الكورميتراج، كنبغي هذا الدومين ديال التمثيل زعما من الصغر، شي 12 عام وانا كنقلب على شي فرصه، وشرفنا دابا بديت كنستعد للدور ديال شي اب. الصراحه حنا الممثلين ديالنا ما كنبدلوهمش، راك كتشوف على عينيك، كيمثلوا معنا في المسلسلات كاملين، ولكن راه ممكن تلعب شي فيغورون في شي مشيهاد ولا شي حاجه. لا استاذ، انا كنقول لك بغيت شي دور ماشي فيغورون دايت. قلت لك الممثلين ديالنا ما كنبدلوهمش، عاجبين القناه، انت تقدر تبدل الحلاق ولكن الجمهور راه يكون باغي الجديد. دابا الجمهور ولفوهم، راك عارف، خاصهم شي واحد كيعرفوه. انا بان لي في السي في عندك الفرونسي مزيانه، واحد السونتر دابيل هو غينا في الدور، دفع بريكولي على راسك. شحال من مره شتي تريلر ديال شي مسلسل مغربي قلتي مع راسك عاوتاني نفس الممثلين، وشحال من مره دخلتي تتفرج ولكن خرجتي حيت لقيتي راسك كتعاود تشوف نفس الكاركتير مبدل غير اللبسه. واش بصح الدراما المغربيه ما فيهاش وجوه جديده ولا كاين شي سبب سري مورا هادشي؟ نفس الممثلين في كل عام، في كل دور، في كل قناه. الحلقه ديال اليوم غادي نهضروا فيها بصراحه وبلا طاب على ظاهره تكرار نفس الممثلين في الاعمال الدراميه المغربيه اللي كتستفز المتفرج وكتخنق صناع الفرجه. كل موسم رمضاني جديد كيمكن لك تلقى تقريبا نفس الوجوه في كل عمل درامي، في المسلسلات وفي الافلام رغم اختلاف القصص. هاد الظاهره ماشي صدفه، تقارير اعلاميه كشفت ان مجموعه من الفنانات والفنانين اللي كان عندهم حضور قوي فجأة طفاو وكيعانيوا من البطالة الفنية بسبب احتكار نفس الشخصيات، نفس الوجوه في كل موسم. هذا الشيء وقع حيت شركة الإنتاج كتعتمد على حلقة مغلقة من الفنانين والفنانات والمخرجين وفريق العمل، يعني كليكات كيتقاسموا القويمة بيناتهم، والنتيجة المتفرج كيشوف نفس الرؤية، نفس الفريق في اي عمل. الاحتكار في اختيار نفس الممثلين ونفس الممثلات الى حد ما بقاش مجرد خيار فني، بل راه مشكلة منظومة اللي كترسخ البطالة الفنية وسط الفنانين الحقيقيين. تقارير وضحت أن عدد من الفنانين والفنانات اللي كان عندهم حضور قوي في جميع الأعمال فجأة تطفاو، ما بقاوش كيتصلوا بهم لا المنتجين لا المخرجين، حيت شي أسماء ولاو كيدوزوا معنا رمضان كامل. كتقلب الإذاعة وكيبان لك نفس الممثل، كتشك واش المشكل في التليكوموند اللي ما خداماش. الجمهور مسكين ولا كيتفرج صحة عليه في واحد المنظومه ديال نفس الاداء، نفس الوجوه، نفس الستيل. وهذا الافتقار للتنوع كيقتل العنصر المفاجئ في الدراما المغربيه. علاش هذا الملل المبين؟ علاش ما بقاش يمكن لنا نتبعوا جوج مسلسلات في رمضان ونعيشوا معاهم ونحسوا بهم ونعيشوا شويه ديال الاختلاف؟ راه صعيب نشوف ممثل في 3 ديال الاعمال ونعيش معاه 3 ديال الادوار ونطفيو الفنانين الاخرين لدرجه ما بقيناش عارفين شكون اللي مات، شكون اللي باقي حي، شكون اللي مرض. واكثر من ذلك حتى هاد الفنانين اللي كيتعاودوا راه عزازين علينا، ولكن غيبداو يطلعوا لينا في راسنا. الخدمه المستمره بلا راحه بلا تحضير او مساحه شخصيه خلت الاداء يولي بارد بلا روح، كانه شي روبو صافي. احتكار الفني راه ماشي مشكله ديال نتيجه الموهبه ونجاح الاسماء، ولكن نتيجه ديال تكون كليكات في دوائر الانتاج والتمويل. كليكات ديال الانتاج الكبرى والمخرجين المقربين منهم كيتحكموا في كل شيء وكيختاروا نفس الوجه في كل موسم. راه ماشي صدفه، هذه راه سياسه مدروسه، حيت كل واحد كيدوز لصحيبو المارشي، واللي ما عندوش صحيبو غيطفى وما غنبقاوش نشوفوه. وراه ما كاينش تكون قاري ولا واعر ولا ولد المعهد ولا مطيح سنانك في الدومين، حيت انت ماشي صحيبهم. المصير ديالك تهميش. ولكن راه كاينين واحد الناس جدد كيبانوا لنا في الاعمال دابا. الا كنتي انفلونسور عندك شي مليون ابوني، مرحبا بك في لاكليك، تجيب لنا اللايكات وسرعه المشاهده. ماشي ضروري تكون ولد المعهد وواعر وكتعرف تمثل، حيت هما راه ما فيهم اللي يكتب ويصنع ويحمق راسهم مع المتفرج. هما خدامين بزاف كل عام، عندهم خدمه مور خدمه. دابا راه غيوليو يكتبوا لنا غير بتشات جي بي تي. خلاصه الامر، الفنان المغربي مسكين ما كيحكمش في اختيار الدور ديالو، بل الشركات واللوبيات الفنيه كيتحكموا في هذا الشيء. الاحتكار مبني على العلاقات وماشي على الكفاءات. غيفرجوك في نفس الممثلين مدردرين بشويه ديال لي زانفلونسور، السيناريوهات ديال تشات جي بي تي ونود نايت، وغيقولوا لك شكرا حيت دوزتي بينا زليه في هذه الحريره، ونتشوفوا في رمضان الجاي نخربقوا عليك شويه عاوتاني. وتا انت الا كنتي ما عمرك مثلتي وبغيتي تمثل، خاصك غير تشري شي مليون ابوني وغادي يجيبوك واخا ما تكونش موهوب. المهم الا حسيتي انت بهذا الاحتكار كمتفرج، خاصك تبارطاجي هذه الحلقه وعاون الممثلين المفضلين ديالك القدام يرجعوا، وعاون الشباب الجديد يبان. شكرا بزاف، ما تنساش لايك وابوني وتبارطاجي هذه الحلقه مع صحابك باش نقدروا نحاربوا الفساد في هذا الدومين. شكرا بزاف.